السلام عليكم، أخباركم أخبار صحتكم. الحلقة الثامنة من فن تافه. طبعا معنا فنان يعني هو يمكن مش معروف قوي يعني اللي هو الفنان دي يعني عنده استفزازات للشعب. يعني أقول لكم الاستفزازات بتاعته يعني في ناس هتموت منه. يعني هو الفنان دي مش هقول اسمه خالص عشان هو اسمه يعني كده. هو الفنان دي يعني عنده حاجة ثانية يعملها إلا كل الفن بتاعه بنات. مش عارف يعني ايه دي اسمه فن، والله ما عارف اسمه فن ولا اسمه خرا، فن تافه. يعني هو دي شو دي بس يعني فيه افلام فيها حوادث قدمها تاني، بس دي يقدموها بعد الفيلم بعد التمثيلية بعد هو دي اللي العيش اللي هو عايش. انا عايز اقول لك دي يعني غلط، وغير الذهب اللي يلبسه الذهب حرام الراجل اللي يلبسه. لا كمان ده شوف الاقوى ديات ماسك فركي كان اللي ماسك الفرخاي. يعني زي الفيديو اللي شايفينه دي يعني دي كان هيسد فيلم او مسلسل او صورة. يعني دي غلط يعني منك ان انت في ملايين متأثرة بيك وتالي تعمل كده قدامهم. يا اخي تقدم لك حاجة يعني لاخرتك، روح اتبرع بفلوسك اللي انت عمال تحتكها على المية وعلى اللي في ليه. في ناس فقيرة ما لقاش تاكل، اقول لك ايه تاني وانت قاعد ترمي لي فلوسك في المية؟ الله يسامحك يا اخي. دنيا دنيا في الفيديو دي مفيش حاجة غير واحدة اللي شدتني. يعني انت خايف تنزل ايدك عليها؟ انت معاك يا اخي، انت اسد ومعاك نمر ومعاك، يعني خايف تنزل ايدك على دي؟ لا بص هو مسكها خلاص معلش سيبها تاني. عايز اقول لك يا محمد يا رمضان ان انت فاشل. تمثيلك لقطاتك فاشلة. يعني بالله عليكم يا الشباب ينفع اللي هيعمل هو دي على كده؟ ما ينفعش. وكمان تعالي شوف فيها الوقعة الأسطورية بتاعت محمد رمضان. وقعة حلوة بس عشان تهدي على نفسك شوي. انت ما تعرفش شيء ده خالص انت. وتعال كمان نشوف فيها لما طردوه من الإسكندرية. زيارة محافظة الإسكندرية بدون حراسة. تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج بعد طرده من إحدى المقاهي بمنطقة الإبراهيمية بالمحافظة التي لا يزال على ما يبدو أبناؤها مصممين على حملة غير مرحب بك. وبدأ رمضان زيارته للإسكندرية في سيارة. طبعا هنا ايه طردوه من الإسكندرية ليه؟ في ناس كرهاه معتها يعني مش عاوزاه ان هو يروح الحتة ديت، وهو بالعافية راح. يعني انت
يعني هي شغلانة عافية؟ مش عافية. في ناس هتحبك، في ناس هتكرهك، خلاص اللي هتكرهك بعد عنه. بس انت عشان ايه مستفز لازم تروح عشان انت مستفز، وطردوه. يعني بقى طردوه بعدين تيجي كمان لما هي تصور في الطيارة. وخلى العامل اللي شغال في الطيارة دي طردوه وياه من الطيارة. يعني انت عارف الحالة دي خطر على ناس، ليه تعملها؟ دي يدل ان انت عندكش ضمير. وهذه كانت اغلاط محمد رمضان، يعني اغلاطه كانت معفنة، اعماله وحشة خالص. عايز اقول لك ايه، اعتزل التمثيل احسن. الحلقة عجبتكم، اوعى تنسى الاشتراك واللايك يا حبيبي. السلام عليكم. ورابط الانستجرام قدامك على الشاشة، اوعى تنسى تعمل لي متابعة عليه. ماشي.